انتصر. يعني ايه انتصر؟ يعني ايه الاهلي لعب؟ طب ما كهربا لعب سنه قبل ما يتوقف، ما راح لعب في تركيا. هي القصه قصه لعب؟ ايوه، اصل انتوا قلتوا اللوائح ما تنفعش، وكهربا هيلعب لشهر 9 اللي جاي، وكهربا هيدفع نص الفلوس، وكهربا هيقسط غصب عنكم. طيب، وكهربا راح باس الفانيلا وراح للجمهور، والجمهور قاعد يقول كهربا يا كهربا، ومجلس الاداره كهربا لعب، والجمهور الاهلي اوعى كهربا لعب. طب الله، طب انا ببوس الفانيلا بتاعت الاهلي، وجمهور الاهلي بيغني الكهربا، ومجلس الاداره فرحان ان كهربا لعب. ما تدفع الفلوس لكهربا. احنا ما يفرقش معانا كهربا، احنا اهم حاجه عندنا الزمالك، احنا انتصرنا على الزمالك. كهربا لعب، طب كهربا مش لعيب مهم؟ مش مهم، 60,000 سلامه. احنا عندنا اهم حاجه ان كهربا. طب ما تدفع له الفلوس. لا مش هدفع له الفلوس. ليه مش هدفع له فلوس؟ طب كهربا ما تدفع الفلوس. طب انت بتحب الاهلي والاهلي بيحبك، وكهربا بيموت في الكوره، ومجلس الاداره فرحان، والجمهور بيغني لك، ما تدفعوا الفلوس. واي مفيش فلوس ولا ايه؟ ده انتوا معاكم 2.5 مليار الميزانيه بتاعتكم، ورعاه، وكل يوم راعي وبتاع، وتروح تجيب مع لعيب اجنبي. خالد بيتكلم بشكل نسائي زي ما بقول، بيتكلم بسخريه، بيتكلم بشكل مش ظريف، باين قوي. انا حاولت ان انا انتظر بامانه بعد المباراه واجيب قناه نادي الزمالك عشان اشوفه واشوف برنامج نادي الزمالك. طبعا طلع بغله وطلع بشكله والعياذ بالله اللي احنا قلناه، المتقمص دور النساء بشكل يعني انا ومش عارف ايه، وادفعوا كهرباء مش هتكلم عليك اكتر من كده. اللي انا اقدر اقول عليك كفايه كفايه، شكلك بقى وحش. انت جمهورك نفسه بقى مش بيحبك، يعني جمهور الزمالك نفسه على ما اعتقد بقى بينتقدك. يعني كل جمهور الزمالك المحترم احنا شايفينه على السوشيال ميديا بيعمل ايه. شكلك يا خالد ما عدتش ظريف عند جماهيرك، فانت ما تصدرش حاجه انك متضايق قوي زياده عن اللزوم لحسن يجي لك حاجه. السكر ماشي في السوق والسكر غلى قوي، فنروح للعبقري بقى الجهبذ المستشار مرتضى منصور. مرتضى منصور طالع امبارح بعد المباراه عموما بيتكلم على الخطيب. برضه انت بتتكلم في شيء مال محمود الخطيب يا عم، مال محمود الخطيب والاهلي ومحمود الخطيب هو اللي زق عليك اللجان الالكترونيه تسبك او تسب فيرا. يا عم مال محمود الخطيب، يا عم محمود الخطيب انت بتحطه في جمله ليه اصلا؟ محمود الخطيب والله ما بيرد عليك، انت بتتكلم وهو مش شاغل باله بيك. يا عم مرتضى انا عاوز اقول لك على حاجه، انت روح اعمل عمره، ده لو دخلت السعوديه اصلا تمام، روح اعمل عمره كده واستغفر الله وشيل الجن اللي عليك اسمه محمود الخطيب. انت ممكن تتكلم على الاهلي، انت ممكن تتكلم لان هو الخصم، هو ماشي، انا بتكلم على الزمالك هو الخصم، بس انت مالكش دعوه بمحمود الخطيب. محمود الخطيب كل شويه يتكلم، هو بيتكلم على فيريرا، كانت واحده كانت نايمه معاه وفجاه اما فاكر محمود الخطيب فقام زعق وقال له محمود الخطيب اتقي الله وانا هتكلم على صفوت عبد الحليم. يا عم ايه صفوت عبد الحليم؟ عمل ايه صفوت عبد الحليم؟ خدك يعني وانت صغير ولا خد الخطيب وهو صغير؟ ايه يا عم الكلام اللي انت الحوارات ديت ما عادتش بتاكل معانا. ويقول له فجاه معلي صوته، قامت الست اللي هي كانت واقفه معايا عيني قلقها من منامها، كانت بتحلم بشيء جميل، انت احلى حاجه قاعده تعمل كده 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 وخلاص. موافقه عموما يعني، ولا فاهم اي حاجه، ومديها لك المايك. هي كان نفسها اصلا تسيب المايك مرشوق كده قدامها وتتكلم براحتك. عموما هو كان بيتكلم على فريرا. انا عاوز اتكلم بس بنقطه بسيطه. انت بتقول يا جماهير النادي الزمالك انا مش همشي فريرا، الزمالك كانوا بيطبلوا لي. مجمل الحوار ده انا شايف ان مرتضى متغاظ من جماهير نادي الزمالك، وحد يكتب لي في التعليق ولا كلام مظبوط ولا لا، لان هو اتكلم بيقول انتوا عاملين صوره لفريرا وانا رئيس النادي. ده منطق؟ هيعمل لك صوره ليه؟ هو انت كنت ولا لاعب كوره ولا قلت لهم انت جايب مش عارف كام 40 بطوله؟ فين دول يعني كام 40 بطوله؟ ما اعتقد 7 5 6 10 بطولات كاس، دوريين 4، خدت دوري في ال20 سنه من 2004
لغايه 2023 ادي 2 مره 2003 2004 2005 الاهلي 2014 كان الزمالك كم 47 بطوله بيتكلم في 49 48 47 بطوله عموما يراجعوها جماهير الزمالك انا مش هقدر اتكلم عليها يمكن انتوا ادرى ببطولاتكم بس عموما الرقم قوي جدا واتكلم ان ممدوح عباس برضو قصه ممدوح عباس وادفع الفلوس اكلم بقى خالد غندور هنا ادفعوا الفلوس اللي عليكم انتوا بتجيبوا لعيبه ازاي اصلا وبيتكلم على نقطه ان انا وابني وجماهير نادي الزمالك ما بتقبضش فلوس. طب الجماهير ماشي الجماهير انتوا عايشين على قفانا اما جماهير الاهلي اما جماهير الزمالك معلش يعني احنا اللي بنساند جماهير الاهلي بتساند ناديها جماهير الزمالك بتساند ناديها بدون مقابل ده حقيقه انا بتكلم على الجمهوريه احنا اي جمهور نادي بدون مقابل بيتحرق دمنا في بعض الاوقات بنفرح كتير مع النادي الاهلي الله يكون في عون جماهير نادي الزمالك لان اكثر احزانها كتيره لان اعياد جرحها كتير جدا مش بتريق عفوا المهم يعني اللي انا شايفه ان الجماهير هي بتدفع عشان تروح تتفرج عشان يتحرق اعصابها بمعنى اصح هي اللي فعلا بتروح بدون مقابل حبا في ناديها وحبا في كيانها انما انت ما بتاخدش رئيس نادي وابنك ما بتاخدوش اتكلم على كده وقاعد يتكلم بفريرا يقول له خد راي اسامه نبيه مشي توقف ناس معاك على الخط ايه يا عم هي وكاله الخط ده واحد اما المساعد اما المدرب مش كله ايه وقف معاك اسماعيل يوسف ايه ده كان نجم مش عارف ايه دولي هو مال اللي يقف على الخط بالنجوم ولا باللعيبه ايه المنطق اللي هو قاعد يتكلم عليه ده وفجاه يوم طالع يا عم فريرا انا هسيبك ومش همشيك وانا ومش عارف ايه وعشان خاطري وانت والفلوس وبعد كده يقوم قايل يا جماهير نادي الزمالك انا مش همشي لكم فريرا انتوا بتسيبوه انا مش همشي لكم انا بغيظكم اركز انا مش فاهم انت عاوز ايه التفصيله وايه اللي انت ما بتاخديش فلوس يعني وايه اللي انت دفعت جبت صفقات ده جابت الصفقات من جيبك يعني انا على ما اعتقد محمود خطيب ما يقدرش يعملها ولا اي مدير رئيس نادي في العالم يقدر يعملها فلوس اما تيجي من الاستثمارات اما تيجي من الدوله وتقسطها زي ما بيحصل في نادي الزمالك انما تقول انا ما دفعش لا ده انا جبت وانا اللي دفعت الممدوح عباس ودفعت للدوله اما 50 اما 60 ايه يعني انت دافع الرقم في 10 مليون مش عارفه يعني طب بالله عليكم انتوا اتكلموا الراجل دفع 10 مليون مش عارف يقول لك انا دفعت للدوله 50 اما 60 يعني 50 او 60 10 مليون يعني من كتر الفلوس يعني انت بتطلع ما انتش عارف انت واقع منك جنيه ولا 2 جنيه ما هي كده 10 مليون جنيه او 2 جنيه بالنسبه لنا يعني ما الواحد مش هياخد باله لو هو طلع ده 5 جنيه لو وقعت مننا بنعرفها ده احنا رابطين الفلوس الوقت في الزمن اللي احنا فيه ده مش باساتك رابطينه بطبار فانت بتقول اما 50 اما 60 مليون مش عارف وتتكلم اللعيبه وبتوع الليزر وبتوع الشد واللي عنده عروض ايه الكلام اللي انت بتقوله ده وطبعا بغض النظر عن عبد الله اللي طلع عبد الله جمعه وبيعمل ليزر ومش ليزر انا مستغرب على اللي بيحصل في نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وشله وفي مجموعه كده مع بعضها وما بيبصوش لسامسون وانت انا عارف انك انت بتراهن بسامسون فده من حقك تتكلم عنه بس انت ما تتكلمش على فريرا يوقف جنبه 5 6 على الخط ولازم يقفوا ولازم تشورهم يعني مين اللي قال لك ما بيشورهمش انت ادرى برضه ممكن فريرا متكبر ما بيشورهمش بس هو من امتى ما بيشورهمش وبيشخط في اسماعيل يوسف ومش عارف ايه انا لو عايز غيره ويمكن يعني اي حد يعني مش هيقبل ان حد يشخط فيه لو هو مين يعني اللي هيشخط فيه انا شايف طبعا دول نجوم ودول لعيبه كبار ومدربين برضه واداريين اسماعيل يوسف اسامه نبيه بغض النظر عن بعض النجوم اللي احنا بننتقدهم بس لا هم لعيبه كبار واداريين كبار ومدربين بس انا شايف ان الموضوع مأفر قوي انت ما تجيبش اللوم على فريرا او على شخص او علشان ما بياخدش
بمكان فلان او علان، لا، انت تتكلم عن خطه، تتكلم الزمالك حاليا بيمر بازمه تكتيكيه في الملعب، ده نقدر نتكلم عليه. بس حتى احنا عندنا لما حصل اي حد واي نادي في العالم كده ما يطلعش رئيس النادي ويتكلم وينتقد كده علني كل شويه بعد المباراه، يعني دي غريبه جدا. ربنا يوفقكم في بعض المباريات بعيد عننا طبعا. فانا اقدر اقول ان شاء الله يوم السبت هتمشي فريرة، انت سايبه بس عشان مباراه الاهلي، لو خسر هيمشي، لو فاز هيكمل. فيريرا كان من شهر او شهرين قبل السوبر كان هو النجم الاوحد، والبروفيس كنتوا بتتكلموا عليه بطريقه فظيعه، وقناه قلنا ان سبورت مطلعين بعض الاعلاميين بافيهات رهيبه قوي، اما لزيزو اما لشيكابالا. يا جماعه انا نداء لجماهير النادي الاهلي، احنا قفشه جاب لنا اغلى بطوله اللي هي التاسعه اللي قاعدين نتكلم من ايام ابو تريكه، التاسعه يالي ما طبلناش قوي ليه، ما خليناهوش نجم الشباك، بل بالعكس انتقدناه كتير، كنا بنطلع نهاجمه وكان مستواه كان بيبقى سيء بسببنا في بعض المباريات، كان بيبقى عاوز يركز، انتقادنا ليه حطه تحت ضغط حقيقي. بس احنا عندنا اللاعب اللي يجيد على طول، اللاعب المذبذب او اللاعب اللي يدينا مباراه ومباراه لا. احنا جماهير النادي الاهلي كده، عشان كده احنا الحمد لله فريقنا ناجح، فريقنا ادارتنا ناجحه. انما انا شايف الجماهير نادي الزمالك والله ديت ممكن تكون يعني حاجه يعني بقولها من قلبي، بقولها حقيقي، ما تطبلوش للاعيبه كتير، ما تعملوش ايقونات لناس ما تستاهلش. في ناس عندكم كتير انا عارف انتوا عاوزين نجم ونجم كبير جدا، بس اللي انا شايفه النجم اللي هو يدي طول الوقت، النجم هو اللي يعمل لجماهير نادي الزمالك حاجه زي الاخلاق اول شيء، تاني شيء يدي باخلاص للفانيلا ويجيب لهم بطولات، مهما حتى لو ما جابش بطولات يقدر يديهم بحاجات كتيره زي تعاليم المفروض يعلمها الاجيال اللي طالعه، زي ابو تريكه مثلا، كل كان بيحبه، اما اللعيبه اما جماهير، اما احنا طالعين على حب ابو تريكه على حاجات كتيره. بيبقى مثال في كل شيء، مش في شيء واحد بس، حتى لو هو اقل. يعني احنا بنتكلم بنقارن شيكابالا دايما بابو تريكه، كنا بنقول شيكابالا امهر من ابو تريكه، بس البروفايل بتاع ابو تريكه اجمالي لا ما شاء الله، لاعب على خلق، لاعب مثالي، لاعب حريف، لاعب ملتزم، لاعب ما بيسبش، لاعب ما بيطلعش يشتم حكم، لاعب ما يطلعش يسب جمهور بعينه، ما يطلعش. انتوا طبعا فهمتوا انا عاوز اقول ايه. عشان ما اطولش عليكم اقدر اقول هارد لكم على خساره الكاس اللي هو بتاع السنه اللي فاتت على راي مرتضى، وان شاء الله في تسعدوا في لقاءات اخرى، واشوفكم على خير ان شاء الله. وديت دعاء فعلا لجماهير نادي الزمالك والناس اللي هي فاهمه كوره وبتتكلم في الكوره بس، ما بتطلعش بره منظومه الكوره. والجماهير النادي الاهلي احبكم، واشوفكم ان شاء الله في لقاء تاني. ويا ريت تفعل زر الجرس وتشترك في القناه لو انت اول مره تشوفنا، ولو انت معانا في القناه مشارك في القناه يا ريت لايك، وعاوزين نوصل الحلقه ديت ل 5000 لايك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.